بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عملنا التصميم ده والتصميم اترفض يعني عامة، بس تعالى اقول لك دمجنا ازاي كاركتر مع الخلفية وخلينا الالوان بتاعته مطابقة للخلفية. فاول حاجة هنروح نلغي كل حاجة عملناها على الكاركتر. طبعا دي الصورة بتاعتنا قبل ما نشتغل فيها، شكلها بص عامل ازاي. طبعا اول حاجة بدأنا ان احنا جبنا الكاركتر بتاعنا، عملنا حاجة اسمها selective color. selective color طبعا بيغير المود بتاع الشخصية، بيدخله مع الباك جراوند شوية. فتعالى نقول لك عملنا ازاي. رقم واحد، نجيب السلكتيف كولر وبنطلع على اللون الأحمر فوق، ونبتدي إن احنا نقلل اللون الأحمر، نخلي اللون نزوده شوية، وفي الماجنتا كذلك. طبعا احنا بص يعني لو بتروح كده ناحية اليلو بتزود اليلو بتقلله، فاحنا عايزين نقلل اللون الأصفر. نبتدي ان احنا نجمع اللون الأحمر شوية عشان يبقى ليه اللون بتاع الجلد مناسب مع الخلفية. وبعد كده برضو اللون الأصفر بنقلله ناحية يعني بص لو زودناه بنقلله عشان يبرز اللون بتاع البشرة المحمر شوية. وبرضو لون الماجنتا برضو. وبرضو بنروح على اللون الأزرق، الأصفر آسف، وبرضو بنعمل نفس الخطوات دي. فطبعا انت شايف كده بص يعني، برضو هنا بنقلل حاجات بسيطة جدا يعني. طبعا بص لو زودت اللي بيحصل، اللون الأصفر بيغمق شوية، ولو قللت بيفتح شوية. فنخليه ايه زيادة شوية. بعد كده بننزل على اللون اللي ايه الأزرق. طبعا اللون الأخضر مفيش هنا فمش هنحتاجه. اللون الأزرق طبعا برضو لون القميص، فنبتدي إن احنا برضو ايه نزوده شوية عشان نخلي لون القميص ايه داخل مع الخلفية شبه كده. وبرضو إن احنا ايه آه، بن- بنجرب في الباقيين يعني، انت على حسب ايه يعني، مفيش حاجة ثابتة في الموضوع ده. تمام. وبرده اللون الأصفر بتقلله، لو وديته هناك بتلاقي القميص بيضر شوية فبنقلله خالص وبنغمق القميص أو بن إيه ممكن نغمقه سيكة يعني، حاجات بسيطة. بعد كده برده بننزل على اللون الأزرق. طيب دي كانت درجات اللون الثاني فوق، هنا اللون الأزرق. فاللون الأزرق برده إيه نزوده شوية. وبرده هنا نفس الكلام، ممكن نقلله هنا في ناحية الماجنتا. برده نفس الكلام هنا هنقلل ناحية اليلو عشان من إيه هناك هيبقى مقدار. فنخلي كده ونبتدي إن احنا نديله إيه سن الغمقان كمان. ننزل على اللون الابيض. اللون الابيض ده لون الاضاءه ولون التيشيرت. انت لو عايز تخلي لون التيشيرت بيدي خالص، انت بتقلل لون السيان شويه. برضو نفس الكلام الماجنتا بتقللها شويه. بص لو زودتها بتزيد ازاي، فبتقللها خالص عشان تبدأ تبرز الايه اللون الابيض. بص برضو ناحيه اليلو. بص هنا لون الاضاءه اللسعه الاضاءه اللي على الوش دي. بص هنا لو وديتها ناحيه هناك ايه تغمق خالص، يبقى شكلها مش حلو. انت ممكن تقللها سنة عشان برضو ايه دي بتساعد في الريتاتش بقى يعني. انت بص بتبين لك الإضاءة بتاعة الوش، بتساعدك في الايه في الريتاتش. ممكن هنا برضو بتخلي اللون الأسود مايل ناحية الأزرق، برضو الماجنتا نفس الكلام، بس هنا بنسيبها يعني خليها ايه ملهاش أي ستين لازمة. برضو هنا نفس الكلام. انت بتجرب يعني على حسب ما بتيجي معاك وعلى حسب ما بتطابق يعني. دي كلها في السلكتيف كولر. السلكتيف كولر هي المفتاح بتاع الدمج يعني. انت ممكن تدمج بإيه وكلر بالانس. فاحنا هنا بص يعني ما احتاجناش كاميرا رو فلتر ولا اي حاجه. احنا جبنا الصوره بدأنا اشتغلنا بيها قبل وبعد، فالدنيا بقت واضحه بالنسبه لنا يعني. بص حتى هنا كده مش محتاج حاجه تاني يعني عامه. بص قبل وبعد، شايف اختلاف رهيب. طيب بعد كده خلينا شغالين باللي احنا عملناه. بعد كده بنروح ان احنا نشيل الحاجات اللي هي مش هتعجبنا، زي مثلا ايه بعض الحبوب او بعض اللي هي الحاجات اللي بيزودها الاي اي في البشره. تمام. عشان نبدأ نشتغل على مية نضيفة، فبنشيل برضو بعض الحاجات اللي شبه كده واحدة واحدة. خد وقتك خالص يعني في النقطة ديت في أي حاجة مزولاك. كده كده احنا هننعم كمان البشرة كمان شوية، فعشان ايه نخلي البشرة. بعد كده بنروح نعمل حاجة اسمها نبيض السنان الأجزاء البيضاء بتاعة العين. فبنروح نعمل ايه بنروح من هيو ستريشن، وبنقلل الستريشن خالص على الآخر.
بعد كده بنبتدي نعمل كنترول اي عشان نعكس الماسك، وبعد كده بنبتدي نمسك الفرشة، ونبتدي ان احنا ايه نبيض الاجزاء ديت. وخليك بعناية يعني هنا، يعني اختصارا للوقت يعني نعمل الكام سنة دول. وبعد كده ايه انت بقى مع نفسك اتعامل، يعني بص كده شايف المنظر قبل وبعد، فخلينا في اللي احنا ايه عملناه. انجاز الوقت. بعد كده بنروح نعمل كولر بالانس. الكولر بالانس ده بقى بنعمل ايه؟ بندخل التون بتاع، يعني لو في ناحية سنة أصفر شوية فبنبتدي إن احنا نشيلها. أول حاجة بنروح على ايه الشادو، بنقلل بنروح ناحية السين شوية، وبنروح ناحية الايه البلو اللي هو اللون الأزرق. كده برضو الميد تون برضو بنوديه ناحية السيان وناحية البلو. برضو الهايلايت السيان والبلو برضو ايه بنسب بسيطة برضو، فبتفرق معاك قبل وايه قبل وبعد. بعد كده نعمنا الجزء بتاع الوش. تنعيم الجزء بتاع الوش ده مهم جدا، لأنه أهم حاجة فيه إنه بيساعدك أنت تبين التفاصيل، يعني تقلل التفاصيل وتخلي الوش ناعم، وتبرز الإضاءات بتاعتك والشادوهات اللي في الوش. ويبقى شكل الوش حتى شكله ايه، يعني الدنيا بتبقى سهلة فيه وسلسة فيه، مفيهوش تعرجات مفيش تموجات باينة أو أي حاجة من الحاجات دي. طيب بص هنا، لما اشتغلنا في الوش انا اوريك قبل وبعد، وانت تحكم بنفسك. كده قبل كده بعد، بص شايف في فرق رهيب. بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل سيلكتيف كلر كمان. السيلكتيف كلر ديت هنزود فيها اللون الاحمر شويه، بحيث ان احنا ايه يعني نقلل اللون الاحمر شويه من ناحيه السيان، بحيث ان احنا برضو ايه نزود اللون الاحمر. وبعد كده آه، طب بتجرب برضو هنا يعني، مفيش حاجه ثابته برضو هنا، برضو بتجرب لحد ما تظبط معاك. بعد كده بتبتدي ترص العناصر والإضاءات بتاعتك وكل حاجة، الأسامي والاسم وكل حاجة. بعد كده بعد ما بترصهم بتبتدي إن أنت تعمل كنترول شيفت كنترول شيفت الت اي. بعد كده بتدمج اللاير كلها مرة واحدة. بعد كده بتعمل لهم تحط كاميرا رو. تعالى اوريك بقى احنا عملنا ايه في الكاميرا رو كده. طبعا بعد ما دمجناهم كلهم عملنا لهم كاميرا رو. تعالى اوريك الكاميرا رو عملنا فيها ايه. الكاميرا رو دي مهمة جدا لأنها مهمة في التلوين، بتبرز اللي أنت عملته. فاول حاجه احنا قللنا اللون الازرق شويه، بعد كده ايه علينا الكونتراست، بعد كده الهايلايتس بنزل ما هو، بعد كده الشادو قللناه خالص. وبعد كده ايه ممكن بص انت لما تيجي تقلل شادو بص بيبرز معاك الايه التصميم ازاي، بيبرز الاضاءه وبيظبط الدنيا معاك، بيخلي الشكل ايه احترافي كده. تيكت شارو رياليتي. بعد كده بنروح على الكالر ميكسر. الكالر ميكسر طبعا بيظبط معانا شويه، يعني مثلا هنا طب برضو بتجرب انت ممكن تلعب في الالوان هنا، بتغير الوان التصميم خالص. مثلا هنا في النقطة ديت مثلا انت ممكن بص هنا الجزء هنا كان مزرق فوق جامد، انت قللته خليته مية واحدة. ممكن هنا بقى تروح تودي يعني بص ممكن تودي التصميم لكذا لون اللي يعجبك انت وخيالك هنا في النقطة دي. فانا مثلا ايه يعني خليه برضو ايه ناحية السيان شوية. إيه كده قبل كده بعد، قبل وبعد. تمام. طيب وبعد كده إيه بنبتدي ان احنا نغمق الحواف شوية من خلال برضو الايه كاميرا رو، برضو عشان تبقى ايه يخلي العنصر الرئيسي هو المدرس ذات نفسه. وبعد كده بنتكة اوكي. كده التصميم بيطلع معانا، بص بيبقى شكله عامل ازاي. كده قبل كده بعد، كده قبل كده بعد، اختلاف برضو. بس لو عجبك الفيديو ادعيلنا دعوة حلوة كده